حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو. النهارده بامر الله هنعمل مع بعض الكشري المصري في حله واحده بطريقه سهله جدا وبسيطه. ان شاء الله تعجبك، وبمقادير سهله جدا وبسيطه، وان شاء الله تكون متوفره ومتواجده في كل بيت. بصي بقى القمر، بصي العظمه، بصي الجمال، بصي البصل كده وقرمشته وخرفشته. بجد لوز على لوز، بجد طعمه حلو جدا، ريحته جميله. ريحه البصل مع الثوم بجد يا جماعه روعه. بصي الجمال، بصي المكرونه مفلفله، بصي الطماطم كده او الدقه بتاعت الكشري جميله، لونها حلو. سمكها تقيل كده، بجد حلوه جدا. يلا بقى قومي كده بسرعه اعمليه، انا متاكده ان الكبار والصغيرين بيحبوه. من اكلاتي المفضله، بجد بحبه جدا. بصي الجمال، بصي الاسباجيتي كده مع المكرونه الصغيره مع الحمص، جوعي جوعي. ايوه. يلا بقى نشوف القمر ده اتعمل ازاي. بس قبل ما نبتدي بقى في الفيديو، صلوا على الرسول ويلا نشوف في ايه عملنا، ايه وعملنا ازاي وبسرعة وفي حلة واحدة القمر ده. اول حاجة ببتدي بيها لانها بتاخد وقت، الحمص الشام. اول حاجة، اهم حاجة في الحمص الشام عشان ما ياخدش وقت معاكي يا قمر، لازم تنقعيه قبلها بيوم. انا بصراحة نقعته قبليها كده، نقعته قبليها ب4 ساعات. وبعد كده حطيته على النار، وابتديت ان انا ايه، ابتديت ان انا احطه في ميه مغليه واسلقه بالشكل القمر اللي احنا شايفينه ده. بمجرد ما الكفر بتاع الحمص يطلع كده او يفصل عن الحمصايه، وامسك الحمصايه اختبرها كده، ادوق واحده الاقيها خلاص استوت ورملت كده في بقي. خلاص كده استوى. هركن دلوقتي الحمص على جنب، واقوم جايبه طاسه على النار واحط فيها شويه شويه زيت محترمين. ليه حطيت الزيت؟ لان انا هبتدي بالبصل، بتحمير البصل. لان انا هاخد الزيت اللي هحمر فيه البصل وهبتدي ان انا اعمل بيه احلى طبق كشري يا جماعه. حطيت شويه كده، كوبايه الا ربع او كوبايه من الزيت. عايزاهم يسخنوا، بس عايزاهم ما يسخنوش جامد قوي، يعني مش الزيت اللي هو مغلي، لا. يعني عايزاه ايه، نص نص كده. عندي بقى كده شوية بصل محترمين، ما يعادل نص كيلو من البصل. قطعته جوليان او حلقات بالشكل ده. وهبتدي دلوقتي ان انا معايا 3 معالق كبار من النشا، عشان انا طبعا حاطه بصل كتير. فحطيت 3 معالق كده من النشا. هبتدي بقى ان انا انقله كده في صينيه كبيره، وهبتدي ان انا افرك البصل، بحيث ان انا افصل حلقات البصل عن بعضيها، يعني ايه، عشان احمره ويبقى مقرمش كده زي ما هنشوفه دلوقتي. ما ياخدش وقت معايا، ما يعجنش. لو فضل زي ما هو كده هيعجن معايا. لكن لازم ان انا ايه، افصصه كده او افصله من بعضه. شايفين يا جدعان؟ شايفين؟ خلاص بقى كده فصلت البصل من بعضه، وحلقات البصل فصلتها بالشكل ده كده. هبتدي بقى ان انا ايه، اخد البصل بتاعي دوت، انطره كده من اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. انطره كده او انفضه من النشا، واقوم نازله بيه في الزيت. هنزل بقى بالبصل في الزيت، هدي البصل لون جولد كده، لون حلو جدا. بصي بقى كده خلاص نزلت بيه، وهنا بقى كانت ريحة الزيت مع البصل قمر يا جماعة، قمر. الزيت طبعا بتاع البصل دوت انا هاخده اعمل بيه الكشري، والباقي هشيله، مش هستغنى عنه او هرميه، لا مفيش حاجة بتترمى دلوقتي خالص يا جماعة. اول بقى ما اوصل للدرجة دي كده، طبعا ايديا لازم تبقى فيه وعيني عليه، عشان ما يتحمش او يتحرق معايا. لازم ان انا ايه، لان هو كده خلاص استوى وخد اللون القمر. عندك بقى مناديل مطبخ، حطيها في طبق في سيرفيس، وابتدي ان انت تطلعي البصل وصفيه. انا بصراحه ما عنديش، طلعته بالمقصوصه كده وحطيته في صينيه، صفيته على طول فيها بالشكل ده. صوته بجد تحفه. انا كنت عايزه اقول لك قبل ما منتج الفيديو كان صوت القرمشه طالعه في الفيديو، بس لقيت بقى خبط الحلل والهبد والرزع وكده، قلت خلاص يا سمر يلا بقى منتجيه، الناس ما ذنبهاش حاجه. وعندي بقى بما ان الكشري في حله واحده، الحله اللي انا سلقت فيها الحمص هي اللي هعمل فيها. يا دوبك فضيت الحمص في حله تانية اصغر، وبعد كده هبتدي ان انا احط شويه من الزيت البصل اللي احنا مصفيينه، وهبتدي دلوقتي ان انا اشتغل على طول في الكشري. على فكره الكشري ده ما خدش معايا تلت ساعه او نص ساعه، وكان جاهز بسرعة جدا، كان جاهز. سهل، سريع، مشبع جدا. القيمة الغذائية عالية، الحمص، العدس، المكرونة، الرز، الصلصة، البصل، الثوم، سواء خضار بقى أو نشويات أو بروتين، بجد حاجة تحفة يا جماعة.
اول ما الزيت سخن نزلت بنص كوبايه من الشعريه، هبتدي ان انا احمرها كاني بالظبط بعمل حبه رز بشعريه. هحمرها اول ما تاخد اللون العسل اللي هنشوفوه مع بعض الذهبي دي. طبعا انا بقى دلوقتي عندي كوبايه عدس بجبه وعندي كوبايه رز غسلاهم كويس ومصفياهم كل واحد لوحده. بس العدس ابو جبه قبل ما بسقطه هنا بكون نقعاه لمده نص ساعه في ميه بتغلي، برضو ده بيعجل او بيسهل تسويه العدس معايا وبيسرع من تسويه العدس. خلاص كده انا دلوقتي ابتديت ان انا اغلف اغلف العدس مع الشعريه بالشكل ده، وهقلب فيه كده بالشكل ده. وبعد كده هنزل بكوبايه الرز اللي انا مصفياها وغسلاها زي ما احنا شايفين. هدي برضو الرز كده تقليبه بحيث ان انا ايه يبقى كله سخن كده ومغلفاه مع بعض. خلاص كده تمام. هسيبه 5 دقايق بس كده الثلاث مكونات دول مع بعض، بحيث ان انا اتاكد ان هم اتغلفوا بالزيت وسخنوا كلهم مع بعض. هجيب بقى كده كوبايه من المكرونه الصغيره دي. عندك هنا اي نوع مكرونه استخدميها، انا لو ما كانش عندي كنت هستخدم اقلام، اي حاجه عندي وبشتغل. وعندي برضو ايه يعني حتتين كده من المكرونه الاسباجيتي مكسراهم نزلت بيهم. وبعد كده الميه اللي انا بحطها دي ميه ايه؟ دي ميه الحمص الشامي، انا ما بستغناش بصراحه عنها. يا اما بزود منها التسبيكه يا اما بزودها للكشري بتاعي. طبعا احنا عارفين ان كل فايده الحمص نازله في الميه دي، القيمه الغذائيه فيها برضو عاليه. ليه اغلي ميه واحطها؟ لا انا بحط الميه دي بتدي طعم حلو جدا. هنزل بقى بشويه ملح، بنص معلقه كبيره من الملح، نص معلقه كبيره من الكمون، نص معلقه كبيره من الكزبره الناعمه. طبعا الميه بتبقى ايه مغطيه المكرونه والعدس بتاعي بالشكل ده. هبتدي اقلبها كويس جدا واغطيها. اول يا جماعه ما بتشرب الميه بتاعتها بعمله معامله الرز العادي، بوطي عليه واسيبه ايه يتشرب براحه راحته. نقلته على العين الصغيره يتشرب، ونزلت في نفس الطاسه اللي انا كنت محمره فيها البصل بشويه من الزيت، زيت البصل اللي انا مصفياه. وعليه ممكن تضربيها في الكبه براحتك خالص. وهتبتدي تقلبي التوم لحد ما تدي لون ذهبي كده عسل. اول ما ياخد اللون اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي هنبتدي ننزل بعصير الطماطم بتاعي. عندي بقى كده زي نص كيلو طماطم كده ضرباه في الخلاط. وطبعا لون الطماطم كان قمر معايا، انا شفته انه احمر. لو ما كانتش حمرا معايا كنت هستخدم معلقتين صلصه اضافيه. هنزل بقى بشويه محترمين من الخل، هنزل بشويه كمون بشويه كزبره نفس البهارات اللي ضفتها، مع اضافه معلقتين شطه لان احنا بنحب الحاجه حاميه. وهحط كده معلقتين من الشطه، مش حابه الشطه ما تحطيش. وهنا انا حطيت الخل على الثوم على الصلصه وخليتها دقه واحده، لاني كنت عاملاه معاكم قبل كده، عامله الدقه اللي هي الحمرا دي لوحدها وعامله الخل لوحده. اول ما يتسبك معايا بالشكل العسل ده هبتدي بقى ان انا كده انزل بالكشري بتاعي. واللي هي كانت في الجنب دي مكرونايه ايه محموشه مني. المهم ببتدي بقى ان انا دلوقتي اغرف كده شويه كشري على شويه حمص شامي. بصي بقى الحمص بقولك ان هو استوى خلاص كده اتهرى معايا. وهبتدي انزل بقى بالصلصه وهبتدي انزل بالبصل بتاعي المقرمش. بصي الصلصه وتقلها وجمالها، وكانت حاميه بقى نار وجميل يا جماعه بجد جميل. كلي بقى طبق طبق كشري، كوبايه بيبسي ساقعه كده وراه، كوبايه شاي بنعناع. بجد يا جماعه كان تحفه تحفه تحفه. وده كان غدايا بقى النهارده، اتفضلوا معايا. عايزه اقولك ان البصل مقرمش وعسل. ما تبخلوش بقى عليا باللايك والشير والسبسكرايب لسمر ابو العيله، بحبكم في الله. احلى اخوات، ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. في حفظ الله حبايبي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.